ردوا البال اخوت، اليوم السبت 15 غشت 2026 وحتى غدا الحد ان شاء الله 16 غشت 2026 في المملكه المغربيه تساقطات مطريه قويه مصحوبه بعواصف رعديه ونشره انذاريه من مستوى يقظه برتقالي، واحتمال تشكل السيول والفيضانات فهو وارد بسبب غزاره الامطار وقوه الامطار المتوقعه في هذه المناطق ان شاء الله اللي غادي نذكر لكم. واحتمال كذلك خلال الاسبوع القادم ان تهم بعض السخات المطريه اخيرا منطقه طنجه. هنالك احتمال لتساقطات مطره باقصى الشمال الغربي للبلاد. غادي نشوفوا ان شاء الله جميع التفاصيل في هذه النشره الجويه، لذلك بقوا معنا الى نهايه الفيديو. اذا الاخوان، توقعات اليوم السبت 15 غشت 2026 تشكل مجموعه من السحب الغير مستقره الرعديه بمرتفعات الاطلس المتوسط وكذلك بالمناطق الشرقيه ومرتفعات ديال الريف. فكما كتشوفوا الاخوان، زخات مطريه قويه مصحوبه بعواصف رعديه متوقعه هذا اليوم وتساقط تبروري سواء بمناطق الجهه الشرقيه وبالريف وبالاطلس المتوسط وبالاطلس الكبير، وايضا حتى غدا ان شاء الله الاحد 16 غشت 2026. فكما كتشوفوا استمرار تكون السحب الغير مستقره الركاميه التي ستكون مصحوبه بزخات وعواصف رعديه قويه ومصحوبه بالتبروري وهبات رياح قويه خصوصا بمرتفعات الريف وبالمنطقه الشرقيه والجهه الشرقيه وبالاطلس المتوسط والمناطق المجاوره، وايضا بشمال السفح الجنوبيه الشرقيه وجهات الشرق. واحتمال خلال يوم الاثنين ان شاء الله 17 غشت 2026 ان تطال بعض الزخات المطريه الضعيفه والمتفرقه خلال ساعات الصباح خصوصا منطقه تطوان طنجه والمناطق المجاوره. احتمال تكون الاجواء غائمه مع زخات مطريه متوقعه، وكذلك ان شاء الله خلال فتره بعد الزوال ستتشكل مجموعه من السحب الغير مستقره الرعديه بالاطلس الكبير وكذلك المتوسط. غادي تبقى ان شاء الله تشكل مجموعه من السحب الغير مستقره والرعديه خلال مطلع الاسبوع القادم خلال يوم الثلاثاء وكذلك يوم الاربعاء. فمجموعه من السحب الغير مستقره ستهم الاطلس الكبير والمتوسط ومناطق الريف، وقد تطال بعض الزخات المطريه ان شاء الله التي قد تكون معتدله احيانا خلال صبيحه يوم الخميس 20 غشت 2026 السواحل المتواجده شمال مدينه جديده. فاحتمال تكون الاجواء غائمه كما كتشوف مع احتمال قطرات مطريه قد تكون معتدله بمنطقه طنجه العرائش مناطق القنيطره وكذلك بداخل اقليم الغرب وكذلك مناطق مرتفعات وزان فشاون. فاحتمال ان شاء الله نشهد بعض الزخات المطريه خلال يوم الخميس بالمناطق الشماليه الغربيه للبلاد. اما الان متابعينا الكرام غادي نشوفوا توقعات الارصاد الجويه الوطنيه. فهنالك نشره انذاريه من مستوى يقظه برتقالي كتخص تساقطات مطر بين 25 حتى ل 35 ملم، فاحتمال تشكل السيول والشعاب وارتفاع منسوب الاوديه وارد جدا في هذه المناطق من المستوى البرتقالي، وذلك باقاليم قرسيف تورير تازا وجده انقاد فيقيق الدريوش جراده الظلال افران ميدلت بولمان اصفرو حذاري في هذه الاقاليم الاخوان اليوم الخميس. وغادي توصل هذه الزخات المطر والعواصف الرعديه الى كل من اقاليم الحسيمه الحوز الرشيديه الناظور بركان بني ملال تنغير خنيفره وورزازات. وحتى غدا ان شاء الله هنالك نشره انذاريه من مستوى يقظه برتقالي متواصله ما بين 25 حتى ل 35 ملم، وهذا المره بالاقليم ديال الحسيمه صفرو قرسيف تازا توريرت افران والدريوش. وغادي توصل هذه الزخات والعواصف الرعديه الى كل من اقاليم الرشيديه الناظور بركان بولمان جراده خنيفره فيقيق ميدلت وجده انقاد. المرجو متابعينا الكرام اخذ اقصى درجات الحيطه والحذر في هذه الاقاليم سواء اليوم وكذلك غدا الاحد 16 غشت 2026. وغادي نعرفوا ان شاء الله انخفاض ملحوظ في درجه الحراره خلال عطله نهايه الاسبوع في المناطق الشماليه والشماليه الغربيه والمناطق الوسطى وداخل سوس، وحتى خلال الاسبوع المقبل ان شاء الله درجه الحراره موسميه ومعتدله بجل الجهات واقاليم البلاد سواء الشماليه والوسطى ومناطق سوس وحتى بالاقاليم الجنوبيه كلما اتجهنا نحو المناطق الغربيه. غادي تبقى نسبيا درجه الحراره مرتفعه بالسفوح الجنوبيه الشرقيه خصوصا اقليم زاغوره والرشيديه واقليم اوسرد، فدرجه الحراره غادي تكون ان شاء الله نسبيا مرتفعه.